السلام عليكم. خبر الحلقة هو إحراق نسخة من القرآن الكريم يوم أمس الجمعة 27 في شهر 1 2023 أمام مسجد بالعاصمة السويدية، وكذلك بشارع مدينة لاهاي بهولندا، وقبله بيومين أو أكثر إحراق نفس الشخص الدنماركي القرآن أمام السفارة التركية. أفعال الحرق هذه بترخيص من الحكومات لهؤلاء المتطرفين، وبغرابة أكثر حراسة من الشرطة في البلدين، وبحضور صحفيين من كل حدب وصوب لأجل تأريخ هذه اللحظة. إذن شنو هي الأسباب اللي دفعت أشخاص من الأحزاب اليمينية المتطرفة في البلدان الأوروبية للقيام بهذه الإهانة لمليار ونصف مسلم؟ هل هي فعلا مسألة ضمان مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحقوق الفرد في القيام بأي فعل أراده، أم أن الإسلام قيمة أو بقيمه ومقدساته أصبح ضيف ثقيل على دنيا الأوروبيين، وأصبح لزاما عليهم إيجاد طرق لأجل طرده من أوروبا؟ تعالوا بنا لكي نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع والخلفيات اللي تدفع مثل هذه الأشخاص للقيام بهذه الأفعال، وشنو هي ردود الأفعال ديال البلدان الإسلامية. إذا نبدأ بداية مع جريدة روسيا اليوم. الدنماركي بالودان ينفذ تهديده لأردوغان ويحرق نسخة ثانية من القرآن الكريم. إذا أقدم هذا البالودان على إحراق نسخة جديدة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة كوبنهاغن، مع أنباء عن خطط لتنفيذ عمل مماثل أمام السفارة التركية، أو عفوا أمام سفارة أنقرة في أيام الجمعات المقبلة. وأكد أنه سيواصل هذا الفعل حتى يضغط على رئيس تركيا أردوغان لأجل قبول عضوية السويد في حلف الناتو. نذهب الآن إلى جريدة أخرى أو موقع الجزيرة مباشر، والتي أشارت إلى أن إحراق المصحف تم مجددا، وأن مسلمون يهاجمون بالودان، وشرطة السويد تقدم تقريرا بتضرر سيارته. لأن هذا الخبر نشر بتاريخ 2 شهر 5 2022. إذن هو خبر يتعلق بحادثة حرق في الصيف الماضي، وقد قام مجموعة من الأشخاص المسلمين في العاصمة بالتصدي لهذا الشخص ومحاولة إيذاءه وإلحاق الضرر بسيارته، وقد تدخلت الشرطة لحمايته بعد أن فر من هؤلاء الرافدين للفعل الذي يقوم به. ثم إذا انتقلنا إلى جريدة BBC عربي، التي نشرت خبر يعكس أو قالت فيه: هل يعكس تكرر حرق القرآن تناميا للإسلاموفوبيا في أوروبا؟ وأشارت كذلك في التفاصيل إلى أن مثل هذه الأفعال قد تعيد قضية الإسلاموفوبيا إلى الواجهة، وقد تتسبب في عدة أحداث بالقارة الأوروبية. انتقلوا لخبر جديد نشر على جريدة روسيا اليوم، تشير فيه إلى أن بالسويد شاب من أصول عربية يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بحرق الكتاب المقدس لليهود. إذا جاء في تفاصيل الخبر، أكدت الشرطة السويدية تلقيها طلبا لتجمع بغرض حرق كتاب مقدس يوم السبت 28 يناير، مشيرة إلى أن الطلب ما زال قيد المراجعة. وقد تقدم بهذا الطلب شاب مصري أراد أن يثبت أو أن يتأكد من كون الحكومة السويدية فعلا تحرص على حرية الأشخاص في القيام بالأفعال التي يريدونها، وأراد أن يثبت للعالم أن هذا الادعاء هو ادعاء باطل،
وذلك مكان بحيث بعد استقبال الشرطة السويدية لطلبه تم الاحتفاظ بالطلب، ولم يتم الترخيص للرجل بالقيام بالفعل الذي أراده أو بالتظاهر الذي كان يزعم القيام بها أمام السفارة الإسرائيلية. إذن لماذا هذه الازدواجية؟ لأن المسلمين أولا ضعاف وما عندهمش دولة قوية اللي تحميهم وتدافع عن المقدسات ديالهم. هذا التدخل كنلقاوه في التاريخ قام به السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1980 حين تدخل لمنع عرض مسرحية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ورغم في ذيك الوقت فرنسا على وبريطانيا العظمى اللي كنعرفوها في ذيك الوقت كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، رغمهم على أنهم يمنعوا هذا الفعل الشنيع. فرحم الله تلك الأيام ورحم الله السلطان عبد الحميد. إذن شنو هي الأهداف التي تقف وراء هذه الحملة؟ نجد أن الهدف الأول هو تسفيه الدين الإسلامي بإهانة مقدساته وإعطاء الفرصة للإلحاد والفراغ القيمي، لأنه الشيء الفارغ دائما يسهل ملؤه بما تريد. فالحملة مفادها أننا نريد تشويه القيم الإسلامية وتشويه الدين الإسلامي وتنفير الناس منه. الهدف الثاني كذلك هو الانتشار ديال الدين الإسلامي من جديد في العالم الأوروبي أو في القارة الأوروبية بعامة، يخيف الغرب عموما وخاصة أوروبا، وهو ما يجعلها تفسح المجال لليمين المتطرف بإيديولوجيته الدينية لتعويض اليسار الذي غرق في صفوره وشذوذه وتفسخه الأخلاقي. كذلك عندهم هدف خور من وراء هذه الحملة، وهو استفزاز المسلمين بأوروبا لأجل شيطنتهم وتأليب الرأي العام عليهم لأجل طردهم كذلك من أوروبا إذا اختاروا التشبث بدينهم. فالأمر هنا يذكرنا بالتاريخ كذلك محاكم التفتيش في القرن 21، محاكم التفتيش اللي تخير الناس بين الإسلام أو أوروبا، إما أن تبقى في أوروبا وتترك الإسلام، وإما أن تختار الإسلام وتغادر أوروبا. التاريخ كما نقول في هذه القناة دائما يعيد نفسه. ختاما، هذا الخبر يخلينا متيقنين أن مسألة الحرية وحقوق الإنسان عند السويد وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية سلاح لا يؤذي الأصدقاء الأقوياء مثل إسرائيل وغيرها من الدول الغربية، ويدمي ركب الأعداء. انتهت حلقة اليوم، شكرا لكم على المتابعة. ادعمونا بالإعجاب بالمحتوى، شاركوا المحتوى ديالنا مع الأصدقاء والزملاء، اشتركوا معنا في القناة، دعمونا باش نقدموا المزيد من المعلومات وتعم الفائدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.